يكون من المادة الإيمانية فيه على الأمور كظاهرها وفقط، ولا يؤدي العبادات كحركات وفقط، وإلا فإن الناس يتفاوتون لمثل هذا، وإن الناس ربما يشتركون في العبادة الظاهرة وفي النسك الظاهر وفي الشعيرة الظاهرة، لكن تتفاوت قلوبهم، فتجد هذا ولا بشعيرة ولا بنسك. ما الذي فرق بين الأول والآخر؟ إنما حضور المادة الإيمانية القلبية التي تكون في صلب تلكم العبادة. وإن الشعائر يا عباد الله ساق الله عز وجل لنا في قلبها عقائد، وإن الناظر في تاريخ هذه الأيام الفاضلة يجد ما سطره الله عز وجل على لسان نبي وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم.